السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة أخبار المملكة العربية السعودية، ونبدأها بالعناوين. ضبط 12 مقيما ووافدا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. بدء مشروع تبريد الرياض العام المقبل ليطيح ب15 درجة من حرارة العاصمة. القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو جراما من القات. ضبط 43 مخالفا حاولوا دخول مكة دون تصريح عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري. جورجي جيسوس يتلقى عرضا أعلى من النصر. لويس ميلا يوافق على الانتقال إلى النصر. ماني يمازح كوليبالي بإشارة المركز الثاني. جيسوس يكشف ملامح مستقبله ويشيد بالدور السعودي. انتهاء أزمة سعود عبد الحميد وانضمامه لمعسكر الأخضر. الشؤون الإسلامية تعتمد مواقيت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبد العزيز. خطيب يوم عرفة في الحج: لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه. القبض على 9 مخالفين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم 81 كيلو جراما من القات في عسير. الإحصاء: 1,707,301 إجمالي عدد الحجاج لموسم حج 1447 هجريا. المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة. وفي التفاصيل: ضبطت قوات أمن الحج 12 مقيما ووافدا مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لقيامهم بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة سيرا على الأقدام دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. هذا وتتجه المملكة إلى بدء تنفيذ مشروع تبريد الرياض خلال العام المقبل بهدف خفض درجات حرارة الأسفلت والجدران المحيطة بالطوب المعزول بمعدلات تتراوح بين 8 و15 درجة مئوية، ضمن توجهات تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية. وبحسب مصادر، يعتمد المشروع على توظيف تقنيات التبريد الحضري لمعالجة ظاهرة الجزر الحرارية في مختلف مناطق العاصمة، وتشمل آليات خفض الحرارة، استخدام مواد مبتكرة في رصف الطرق والممرات، إلى جانب تطوير قنوات مائية مفتوحة وبرك تبخير وزيادة أعمال التشجير، بما يسهم في تلطيف الأجواء ورفع مستويات الأكسجين داخل المدينة. هذا وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائري بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 60 كيلو جراما من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما. هذا وضبطت قوات أمن الحج مقيما من الجنسية المصرية ومواطنا لنقلهما 43 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. هذا تلقى مدرب فريق نادي النصر جورجي جيسوس عرضا أعلى من العرض الذي قدمه النصر لتجديد عقده مع النادي. وأفادت تقارير صحفية أن جيسوس على وشك الحصول على عقد جديد براتب أعلى من النصر، ومن المقرر أن يحسم جيسوس مستقبله وموقفه من العروض المقدمة إليه خلال الفترة المقبلة. هذا وكشفت مصادر أن نادي النصر بات قريبا من حسم صفقة لاعب الوسط الإسباني لويس ميلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موافقة اللاعب على العرض المقدم من النادي. هذا وأثار ساديو ماني لاعب النصر تفاعلا واسعا بعد قيامه بالإشارة إلى زميله في منتخب السنغال كاليدو كوليبالي لاعب الهلال في لقطة طريفة خلال تواجدهما في معسكر المنتخب استعدادا لبطولة كأس العالم. وأظهرت اللقطة قيام ماني بالإشارة إلى كوليبالي بأنه صاحب المركز الثاني في موقف طريف بين اللاعبين خلال معسكر المنتخب السنغالي.
هذا وتحدث مدرب النصر جورجي جيسوس عن ملامح مستقبله المهني خلال ظهوره عند وصوله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، متناولا موقفه من تدريب منتخب البرتغال وخططه خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: لقد رفضت بالفعل عرضا من أحد أفضل الفرق في العالم، ولا يمكنني رفض عرض آخر. سأقضي إجازتي في البرتغال، ثم سأسافر إلى البرازيل لزيارة أصدقائي في ريو دي جانيرو، وسنرى ما سيحدث عند شهر يونيو. كأس العالم قادم والبرتغال بحاجة إلى الهدوء. كما أشاد بالدوري السعودي. هذا وانتهت أزمة انضمام لاعب المنتخب السعودي سعود عبد الحميد إلى معسكر الأخضر في الرياض بعد الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية لتسهيل إجراءات وصوله عقب تعرضه لظروف طارئة في هولندا. هذا واعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية مواقيت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس ب15 دقيقة وفق تقويم أم القرى في المدن بمناطق المملكة، وتكون المواعيد كالتالي: في الرياض مواعيد صلاة العيد عند الساعة 5:20 دقيقة، وفي مكة المكرمة 5:53 دقيقة، والمدينة المنورة 5:48 دقيقة، وفي الدمام 5:03 دقائق، وفي بريدة 5:27 دقيقة، وفي تبوك 5:53 دقيقة، وفي أبها 5:48 دقيقة، وفي حائل 5:34 دقيقة، وفي عرعر 35 دقيقة، وفي جازان 5:51 دقيقة، وفي نجران 5:43 دقيقة، وفي سكاكا 5:35 دقيقة، إضافة إلى الباحة عند الساعة 5:49 دقيقة. هذا وأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. هذا وأكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام، وأنه لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه. هذا وأعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم 81 كيلوغراما من نبات القاتل مخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم. هذا وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم 1,707,301 حاج. هذا واستقبل المسجد النبوي اليوم جموع المصلين والزوار في يوم عرفة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتهيئة الأجواء التعبدية وتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.